كما هو معهود في الدول الخليجية أنها تقوم باستقطاب بعض المميزين في الوطن العربي وفي العالم من أجل أن تدافع عن ألوانها، سواء كمدربين كأطر تقنية أو كلاعبين في فرقها المحلية، ثم إن اقتضى الحال كلاعبين يدافعون عن ألوان هذه البلدان في الفعل الأولمبي العالمي. قضية بوغي أخذت منحى مغاير كما قلت ومنحرف، لأن كانت هناك مزايدة، وأقول للرأي العام المصري الذي تعودنا معه على لغة الصراحة والمكاشفة، وهو بذكائه لا يمكن أن يستبلده أو يستغفله أحد في حقيقة بعض الأوضاع، وبالأخص في وضعية المزايدة على المواطنة المصرية. أظن بأن الاتحاد البحريني فعلا تقدم بطلب لفائدة أن يكون بوغي تحت ألوانه وتحت تصرفه خلال هذه المرحلة، وبالأخص في الألعاب الآسيوية. ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أن في القوانين الجديدة المحدثة مؤخرا في الاتحاد الدولي يعتمد اللاعب داخل قطر جديد خارج ألوان جنسيته الأولى عبر بطاقة إقامة وليس عبر جواز سفر بالنسبة للبلد الثاني، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتميز بها الآن البطل بوغي. إذا بوغي حضر إلى الألعاب الآسيوية كلاعب برخصة مؤقتة وبطلب انفرادي وبمبادرة انفرادية من الاتحاد البحريني، وفعلا لعب تحت ألوانه بفعل الاستناد إلى قانون يمكنك من ذلك ولو ببطاقة إقامة. إذا الضجة افتعلت لأنها غردت خارج السرب. لماذا؟ لأن إن أردنا لبوغي أن يشارك مشاركة رسمية وأن يحصل على رخصة دولية رسمية، أولا لا بد من طلب ثلاثي من اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية البحرينية ثم الاتحاد الدولي. هذا الطلب الثلاثي يوضع على طاولة اللجنة الأولمبية الدولية التي تتخذ قرارا كتابيا وصريحا وواضحا بأنها قبلت هذا المطلب الثلاثي للجنة الأولمبية المصرية وللجنة الأولمبية الخاصة بالجنسية الجديدة وتزكية الاتحاد الدولي، وتقرر إلغاء فترة قبل انقضاء فترة 3 سنوات ما بين آخر مشاركة والمشاركة الجديدة باسم البلد الجديد. وهذا المآل لم ندخل إليه، فتمت المزايدة وتمت بعض المغالاة والمزايدات. هناك من بحث عن رأس الرئيس الشرعي القانوني للاتحاد المصري الأخ والصديق حداد، وأظن بأن حداد لا يجب أن نستغل طيبوبته ونستغل تفاعله بشكل نظيف مع لاعب أعطى لمصر الشيء الكثير، مصارع أعطى الشيء الكثير لمصر، وأن نحمله لباسا لم تقع جريمته بعد. الجريمة التي أرادوا أن يلبسونها غير موجودة، هي خيالية، لأن الأمر مرتبط باللجنة الأولمبية المصرية وليس بالاتحاد المصري، لأن الذي يرخص للمشاركة الرسمية وللرخصة المصرية في المحطات المؤهلة للألعاب الأولمبية ثم المحطة الأولمبية، أقول وأعيد، حسب القانون ديال الميثاق الأولمبي أولا، لأنه يفرض في بند صريح البند 41 شقه الأول والثاني، يفرض أن نقدم طلبا ثلاثيا وأن توافق عليه اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا لم نسلكه ولم نتبعه بعد، بل كل ما في الأمر أنها ضجة افتعلت على خطوة البداية، خطوة الترخيص المؤقت لبوغي. قرر مجلس الإدارة من ضمن قراراته إيقاف اللاعب بوغي عن اللعب وشطبه من السجلات، وبالإضافة إلى برضو كان الكابتن حسن حداد، لأن طبعا كان اتبنى الاستراتيجية على خطاب من الكابتن حسن حداد ومراسة الاتحاد الدولي في هذا الشأن، ومراسة الوزارة رد على الوزارة في هذا الشأن. وكابتن بوغي وصل بعد مؤخرا تظلم من القرار باستبعاده، وجاري المجلس ان شاء الله يتم اعاده النظر في القرار يعني على ضوء بعد دراسته. يعني احنا مرتبطين بقانون الاتحاد الدولي، هو الاساس، احنا ميثاق اولمبي وقانون الاتحاد الدولي الاساس فيه، بالاضافه الى ان القرار الانتقال النهائي هو ما خدش الجنسيه البحرينيه نهائيا، هو خد جنسيه رياضيه، ودي جنسيه مؤقته، يعني لعب بصفه مؤقته وليس بصفه نهائيه، لان عشان يلعب بصفه نهائيه لابد ان يكون يحصل على موافقه اللجنه الاولمبيه المصريه واللجنه الاولمبيه البحرينيه واللجنه الاولمبيه الدوليه، والتنسيق مع الاتحاد الدولي، الاجراءات اللي هو اجراءات نهائي ان اللاعب يسمح له ان يلعب يخوض بطولات العالم او يخوض بطولات اولمبيه، انما هو ده كان الاشتراك على قد بطوله قاريه بتاعتهم قاره اسيا.